هتنزل 25 يناير؟ انزل 25 يناير ليه يعني؟ ما الدنيا ماشية هي عادي، مزنقة معانا شوية صحيح، بس هي ايام وبنقضيها. عايزين نربي العيال ونشوف مستقبلنا يا عم. مستقبل؟ انت مش من هنا يابا ولا ايه؟ هو السيسي خلى فيها مستقبل؟ انت بقى عايزني اقولك تنزل 25 يناير ليه؟ حاضر، تنزل 25 يناير علشان الآلاف اللي ماتوا من 25 يناير 2011 لحد النهاردة على إيد بلطجية الداخلية والجيش، من أول ثوار السويس وجمعة الغضب لموقعة الجمل ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومسبيرو والاتحادية ورابعة والنهضة والحرس والمنصة ورمسيس 1 و2 والقائد إبراهيم والألف مسكن وغيرهم كتير ما خدناش حقهم، واللي قتلوهم لسه بيقتلونا في الشوارع. هتنزل علشان في أكتر من 40,000 مصري من خيرة رجال وبنات مصر مرميين في السجون، وعلشان علماء الأزهر وأساتذة الجامعة وآلاف الطلاب اللي اتحكم عليهم بالإعدام والمؤبد وبيموتوا بالبطيء في سجون العسكر وانت قاعد لسه بتحسبها. ولا أقولك تنزل علشان الأعراض اللي بتنتهك جوه السجون والأقسام وعربيات النجدة، ولا البيوت اللي بتنتهك حرمتها في نص الليل. طب يا ترى هتنزل لما تعرف ان مرحلة الضرب من امين الشرطة ولا الضابط ابو 50% خلصت خلاص، لان اللي هيضربك معاون الداخلية ابو محو امية؟ ولا هتنزل علشان مبارك وولاده وحسين سالم والعدلي وكلاب الداخلية اللي قتلوا ثوار يناير والشامخ اداهم براءة؟ ولا عشان احمد عز وفلول الحزب الوطني اللي بيطلعوا لسانهم للشعب دلوقتي؟ تحب افكرك بتسريبات مكتب قائد الانقلاب؟ نسيت ان اللي بيدور البلد شوية خونة من مكتب لواء اسمه عباس كامل مرة يكلم قاضي علشان يطلع ابن لواء براءة بعد مقتل 37 معتقل في عربية ترحيلات ابو زعبل، ومرة تانية علشان الحرامي ابن حسنين هيكل. ولا فكرك بالزند اللي بيقول احنا السادة وانتوا العبيد؟ ولا وكيل النيابة اللي بيقول اهل الصعيد متخلفين علشان اختاروا اللي يمثلهم في الانتخابات؟ ولا عايزنا اكلمك عن اقتصاد البلد اللي باظ؟ ولا السلف اللي شغال على ودنه وخلى الحكومة الفاشلة تبلع 64% من فلوس البنوك؟ ولا الهاشتاج الفاشل اللي طبع 40 مليار جنيه علشان يدي للناس مرتباتها وده اللي بيخلي الاسعار بتولع يوم بعد يوم؟ ولا اكلمك عن عجز الموازنة اللي بيزيد بسرعة الصاروخ؟ طب انزل يا اخي حتى علشان خفض ميزانية التأمين الصحي وألبان الأطفال والتعليم والإسكان وتنمية الصعيد؟ ولا علشان رفع الدعم عن الوقود والتموين؟ ولا فاتورة الكهرباء اللي غليت وهتغلى تاني في شهر 7 اللي جاي بعد خفض دعم الكهرباء 7 مليار جنيه؟ 7 مليار. ومش هكلمك عن فواتير المية والغاز. ولا يمكن عايزني اقولك خليك قاعد في بيتكم وما تنزلش بعد ما سعر أنبوبة البوتاجاز وصل 100 جنيه وهيفضل سعرها يعلى لحد ما توصل ل 150 و200 جنيه، واوعى تنسى تذكرة المترو لما يوصلوها ل 25 جنيه. ولا اقولك اوعى تنزل من بيتك يوم 25 يناير لان السيسي جاب لك البحر لحد البيت وخلاك تصيف في مجارينا بدل مارينا. ولو مش مصدق اسأل الاسكندرانية اللي ركبوا الجيت سكي في الشارع. طب هتقتنع لو قلت لك انزل علشان سينا اللي بتتسرق كل يوم كيلو في التاني، ورفح اللي هتختفي من على الوجود بحجة الإرهاب، ولا أهاليها اللي بيتضربوا بالطيران وجثثهم بقت مالية الشوارع، ولا السلوم اللي بيطبق فيها جيش كامب ديفيد نفس مخطط سينا وبدأ تهجير أهلها في عز البرد بدون إحساس؟ تحس يا أخي إن خلاص السيسي هيسلم مصر لإسرائيل على المفتاح. طب يا ترى هتنزل لما تعرف إنك هتحمي ابنك وأحفادك من جراثيم بتلوث المجتمع وخلت الرقصات هم اللي يعلموا الناس الدين وهيبقوا نواب الشعب كمان؟ ولا برامج الرقص والدجل وإعلام العهر اللي دخل كل بيت؟ بصراحة أنا نفسي تنزل علشان تدافع عن دينك اللي السيسي بيقولك اطلع منه وبص عليه من بره وغير نصوصه علشان يبقى حلو ومودرن، ولا علشان المساجد اللي اتحرقت واتضربت بالنار؟ إيه؟ لسه متردد؟ كل اللي قلتهولك ده ما فرقش معاك في حاجة؟ طب خليك قاعد في البيت جنب المدام لحد ما تتسحب من بيتك علشان واحد من جيرانك شك انك اخواني، او تاخد لك طلقة في كمين، ولا علشان كسرت على وكيل نيابة بالعربية، او تموت بالسكتة القلبية من فرحتك انك عرفت تجيب انبوبة. انزل يا مصري، انزل خد حقك بدل ما تنزل على ظهرك.